متابعينا الكرام، اهلا بيكم في لايف جديد بنتابع فيه مع بعض باقي القضايا اللي كنا بنسلط الضوء عليها. اخرهم القضية اللي احنا اتكلمنا فيها امبارح واتنشر عليها فيديو على صفحتنا للشاب المكافح حسن محمد عبد الواحد، اللي كان شغال عشان خاطر زي ما والدته هتقول لنا دلوقتي كان بيجيب مصروف البيت ليها ولاولادها ولاخواته عشان خاطر ما يمدوش ايدهم لحد وعشان خاطر يصرفوا لقمتهم بالحلال. شاب حسن طلع عشان خاطر يشتغل ويطلب لقمة بالحلال، إلا إنه رجع متوفي، ربنا يرحمه يا رب، لما طالته إيد الخسة والندالة عشان خاطر تقتل الشاب المكافح ده وتسرق مصدر رزقه. يعني احنا هنا بنوصل صوت أم حسن لوزارة الداخلية عشان خاطر حق ابنها يرجع ويجي ولاد الحرام اللي هم عملوا كده في ابنها واللي حرموها منه. ام حسن، احنا عاوزينك تحكي لنا كده ايه اللي حصل بالظبط واخر مره شفتي فيها حسن. انا ابني طلع الساعه 3:30. على التوك توك، خد بعضه وراح مدور توك توك وطلع يشتغل. هو طبعا شغال، عدى هنا علينا اخر مره كانت الساعه حوالي 8:30. من بعد كده لما قعدنا مستنيين الولد ان هو يخش يجرش المكنه الساعه 12 ما جاش، فقعدنا طبعا ان احنا ابتدى اتاخر، قعدنا ندور عليه فمش لاقيينه في اي حته. فعيال زمايله قالوا ده في زبون، وقفوا وقال تودينا توصيله ابو زعبل. راح قال له خلاص ماشي، خد بعضه وراح ماشي. فالواد ما جاش، قعدنا طبعا ندور عليه من هنا لهنا كذا، لفينا الاقسام كلها ولفينا المستشفيات كلها. في الاخر رحت قسم الخنكه، فدخلت عليهم فبقول لهم حضرتك فين اهوت؟ انا ابني متغيب بقاله دلوقتي كده 3 ايام وما جاش لغايه دلوقتي. فراح قال لي انت منين يا ماما؟ قلت لهم انا مش شرابيه. قالوا لي لا يا ماما انت جايه هنا ليه؟ قلت لهم عشان خاطر زمايلي قالوا لي ان في حد وقفه وقال له تودينا توصيله ابو زعبل. فانا قلت اجي اسال حضرتك، ممكن يكون مثلا وقفتوه ان هو ما معهوش بطاقه او حصلت اي حاجه معانا. راح قال لي لا يا ماما احنا ما عندناش حد هنا. فخدت بعضي وجيت اخرج من القسم، لقيت امين بيناديني، رحت راجعه له تاني. راح قال لي يا ماما هو ابنك دوت كان معاه توك توك؟ قلت له اه كان معاه توك توك. قال لي لا ابنك ده ما كانش معاه توك توك. قلت له يعني ابني موجود هنا؟ قال لي هنشوف دلوقتي. انت معاكي صوره لابنك؟ قلت له اه معايا صوره لابني. راح قال لي طب وريها لي. بص للصوره كده بتاعت ابني. راح قال لي طب اقعدي هنا اهوت هاخد التليفون ثواني. خد التليفون وطلع فوق المباحث، راح نازل. راح قال لي تعالي يا ماما انا هوريكي حاجه، 40% ان هو يكون ابنك و60% ان ما يكونش ابنك. انت هنوريكي صوره وبصي عليها وتشوف ابنك ولا مش ابنك. قلت له خلاص ماشي حاضر. خدت بعضي ورحت طالعه معاه، لقيته جايب لي ورقه كده اهوت زي ورقه الجرنان غرافي كده، فبيفتح لقيت ابني مرمي ومتشاهد، الدم نازل من مناخيره واكني معجون في طينه. فقلت له ايوه ده ابني ده ابني. راح قال لي ابنك ما كانش معاه توك توك يا ماما. قلت له لا انا ابني كان معاه توك توك. راح قال لي لا يا ماما هو ابنك ما كانش معاه توك توك. فاحنا ابنك دوت ناس جت بلغتنا بيه ان هم عثروا عليه جنب الرشاح في حته مش عارفه اسمها ايه كده. رحت قلت له لا طبعا انا ابني كان معاه توك توك. راح قال لي طب عامه يا ماما ايه دي بس ده ابنك عايش؟ قلت لهم ابني عايش، المنظر دوت ابني عايش؟ قال لي اه ابنك عايش. فين يا ماما والده؟ رحت قلت له ده والده متوفي. قال لي ولي امره مين؟ قلت له عمه. قال لي طب اتصلي لنا بيه. اتصلت بعمه واتصلت باخوه، فطبعا كلهم بقى راحوا جايين خدوا بعضهم وجم. فراحوا داخلين ظابط المباحث هو فين راح قال في مستشفى اللي هي النفسيه في هناك في الثلاجه. طبعا كلهم صاروا، الظابط بيكلمهم ما سمعوش اصلا لكلام الظابط، خدوا بعضهم وجريوا على فين؟ على المستشفى. اول ما دخلوا لقوا اخوهم جثه نايم ومدعوك في الطينه والشمس حرقه وشه من هنا والدم نازل من مناخيره. يعني ده عيل 17 سنه طالع على اكل عيشه، ليه يعملوا فيه كده؟ انا عايزه حق ابني. ليه يعملوا فيه كده؟ عشان خاطر التوك توك يموتوا حته عيل 17 سنه ما فرحش بنفسه، ما فرحش بشبابه، ما عملش حاجه في الدنيا، مصلي ما يعرفش غير الصلاه، ما بيشربش السجاره، ما فيش حد الدنيا كلها بتعشقه من لسانه الحلو. يعني ما لهوش حتى اعداء، ما لهوش حد صاحب حتى بيكرهه، كل الدنيا بتحبه.
ان هو ما فيش اصلا حد معاه، يعني حد زيه، انا مش شايفه حد زيه. هو حسن كان بيشتغل من هو عنده كام سنة يا أمي؟ أو انا والده سايبه متوفي وسايبه عنده 4 سنين. حسن شغال من عنده 7 سنين كده هو بينقض معايا على المقلب هنا. ولما كبروا شويه وكنا عملوا قرش راحوا جابوا التكاتك. يعني من 7 سنين وحسن ده شغال، واخوه برضه الكبير من 7 سنين وهو شغال. اخوه برضه دوت من حوالي 8 سنين ولا 9 سنين برضه مشغلين. كان عمو لما تواصل معانا كان بيقول لنا ان حسن كان يعتبر هو اقرب واحد ليكوا، حتى دونا عن اخواته كان هو المميز وهو اللي بيصرف على البيت. عشان هو حنين، هو يشيل مسؤوليه، هو راجل بمعنى الكلمه. هو اللي يطلع لاخته انت محتاجه حاجه، اخته ده عمل لها مصروف. حسن راجل شايل مسؤوليه بيت بحاله. حسن راجل، حتى اخوه المتجوز ده كان بيفكر ان هو يخش جمعيه عشان خاطر يجيب له توك توك تاني يساعده. ان شاء الله حسن شهيد وحقه هيرجع. فانا بطلب من وزير الداخليه ان يجيب لي حق ابني. انا مش اللي قتل ابني يكون قاعد وبياكل وبيشرب ورايح وجاي وهو قاتل عيل 17 سنه. هي التفاصيل اللي جت ان هو كان بيحاول ان هو ما ياخدوش منه التوك توك، او المشاده اللي حصلت بينه وبين اللي قتلوه الاول كانت عشان خاطر التوك توك. ممكن حضرتك تقول لنا اللي حصل بالظبط في الوقت ده ايه، او اللي اتحكى لك؟ انا اللي اتحكى لي مش اتحكى لي، انا اللي شفته، لان انا عارفه رجوليه ابني. انا اللي شفت ابني ايده متكلبشه كده، معنى كده ان ابني ما سابش دركسيون التوك توك بسهوله، لان حسن عارف لو ساب دركسيون التوك توك ومشي ما يرجعش يقول لعمه انا مش راجل، مش حسن. فابني ميت مجعبك كده اهوت في الدركسيون بتاع التوك توك، وهنا ديت كده مجلوطه وهنا كده مجلوطه، مطرح ما كانوا بيعافروا معاه ان هم ينزلوه من التوك توك. ما هو هنا لما خنقوه جابوه من ورا، احنا برضو هنا الطب الشرعي لسه ما طلعناش ده خنق ولا ده ايه. انا برضو مستنيه قرار الطب الشرعي، بس انا ابني اتغدر بيه. ان شاء الله حقه هيرجع، ووزارة الداخلية باذن الله هتستجيب لندائك. احنا مشاهدينا الكرام، احنا دلوقتي استمعنا لاقوال ام حسن وهي بتحكي اخر لحظات شافت فيها ابنها وهم بيدوروا عليه، والكواليس اللي عرفها بيها امين الشرطة اللي بلغها بوجود ابنها المتوفي لما تعرف عليها وهي بتبحث على ابنها في بلد غير البلد، او في ضواحي البلد اللي هم فيها كان بيوصل زبون. احنا دلوقتي معانا سيادة النائب عبد الناصر ابو سريع. سيادة النائب، عاوزين حضرتك تحكي لنا اللي حصل تاني، وايه الاجراءات اللي المفروض ناخدها دلوقتي، او المطالب اللي بيطالب بها اهل الشهيد حسن عشان خاطر حقه يرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة احنا امام كارثة انسانية كبرى، حالة وجع شديدة قوي. يمكن مش بس أسرة حسن هي اللي بتعاني، لا ده كل الأسر في منطقة الزاوية الحمراء القديمة اللي هي تبع حي من أحياء القاهرة العريقة. حي الشرابية هو حي أصيل وممتد تاريخه من أكثر من 1000 سنة. الحي طول عمره متكاتف مع بعض في كل المحن وفي كل الظروف، وهذه الواقعة اللي احنا امامها وبصددها في الوقت الحالي حقيقي كارثة انسانية كبرى. كلنا شعورنا بالألم وبالمعاناة اللي اسرته فيها، اللي هم يعني فعلا كان الله في عونهم. الاحداث اللي حصلت يا جماعه احنا لازم نوضح للساده المشاهدين والساده القراء ان اعمال البلطجه يعني وزاره الداخليه بتبذل جهود كبيره جدا لمواجهتها، ولكنها ما زالت ليست تحت السيطره. اعمال البلطجه منتشره، السرقات اللي بتتم، عدم يعني التكاتك دي برضو لابد من وضعها القانوني، يتم توفيق اوضاعها عشان يبقى كل واحد معروف الحاجه بتاعته دي موجوده فين بالظبط يعني، ويكون كل واحد ليه ملف. الواقع باختصار شديد يعني جريمه، فعلا جريمه فيها كل معاني الخسه والوضاعه والنداله زي ما حضرتك ذكرت في تقريرك، وقلت ان فعلا احنا يعني بصدد مشكله وازمه كبيره جدا
بتواجه هذه الاسره وبتواجه اسره الزاويه الحمراء البلد، لان فعلا زي ما قلت لحضرتك كلنا هنا رجل واحد وكلنا شعورنا بهذه المعاناه. وان شاء الله يعني بنامل ان سياده وزير الداخليه يصدر توجيهاته لجميع الساده المسؤولين في الاجهزه الامنيه سواء في محافظه القاهره او محافظه القليوبيه، لان الواقعه تمت فعلا في محيط زمام محافظه القليوبيه، بس فين تحديدا دي يمكن الايام اللي جايه اكيد هتبين لنا ايه اللي ممكن يحصل او ايه اللي ممكن يكون حصل بالظبط. واعتقد ان اللغز ده هيبقى موجود هناك، ان الواقعه دي لابد من فحص طبعا الكاميرات، لان هو اخر كاميرا اثبتت خروج حسن من منطقه الزاويه الحمراء اللي هي تابعه لحي الشرابيه الى المناطق الاخرى كانت في حدود الساعه 12:10 بعد منتصف الليل. الحقيقه طبعا الفتره دي لحد ما تم العثور على جثمانه كان حصلت بعض اكيد طبعا الشواهد اللي احنا شفناها او طبقا للتقرير بتاع الطب الشرعي اللي هو يعني صدر بالفعل ولكنه موجود ما زال في النيابه، اللي هو كان بيتكلم على تعرض المرحوم الشهيد حسن لعده طعنات بالاضافه لمحاوله الاختناق اللي بعض الناس كانت بترددها. اعتقد ايضا ان الفتره اللي جايه دي الايام القادمه بفضل جهود وزاره الداخليه اعتقد ان شاء الله هيتم حل لغز هذه القضيه وهيتم كشف هذا الغموض اللي اكيد لما يحصل هذا القصاص العادل ان شاء الله هتبقى الامور هتهدى تماما وكلنا هنبقى حاسين ان حق الشهيد ما يضيعش ابدا، وده اللي احنا بنتعشم فيه من الحكومه ومن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا لحضرتك. هنرجع تاني لأم حسن. يعني احنا هنا كلنا على قلب رجل واحد زي ما تفضل علينا سيادة النائب، كلنا بنضم صوتنا لصوت أم حسن أو أم الشهيد حسن، بننادي بحق الشهيد، ويعني بنطالب بالتدخل السريع والعاجل من وزارة الداخلية في كشف تفاصيل الحادث اللي حصل. برضو بنواجه، واحنا عارفين ان طبعا وزارة الداخلية بتمارس يعني جهود كبيرة جدا عشان تحد من البلطجة ومن من الاحداث اللي بتحصل في الفترة الاخيرة اللي في مصر. بنشوف جهود كبيرة جدا من وزارة الداخلية عشان ترجع حقوق الناس اللي اتظلموا. طبعا ام حسن ممكن تقول لنا كلمة اخيرة بطلبك الاخير من وزارة الداخلية؟ انا طلبي بس ان انا اريح ابني في تربته، حق ابني يرجع، بس انا مش عايز. اصل انا اما عيل من عيالي حصل فيه كده، ما انا بكره برضو التاني دوت، ما انا التاني ده برضو راكب على توك توك هيجي لي برضو جثه، يطلع برضو يجي لي جثه، يبقى احنا كده ايه؟ يبقى احنا كده مش في دنيا، احنا في غابه. فانا بطلب برجاء يرجع لي حق ابني، اشوف اللي عملوا في ابني كده قدام عيني، ان هم واخدين العدل، القصاص، الحق. بس انا مش بطلب من رئيس او من وزير الداخليه اكتر من كده، وبطلب من قبل ده كله من ربنا ان هو يريح ابني. طبعا حق حسن هيرجع يا امي باذن الله وربنا يرحمه يا رب. احنا هنا كنا بنوصل صوت والدة حسن واخته وكل اخواته الشباب واصحابه اللي احنا قعدنا معاهم وسمعنا اقوالهم، عشان بس نوصل صوتهم لوزارة الداخلية بسرعة التدخل، وبان حق حسن يرجع في اسرع وقت ممكن. طبعا بنقدم لهم خالص العزاء وللفقيد الرحمة والمغفرة، واستنونا في متابعة للقضية دي وللي هيتم فيها، وشكرا لاستماعكم.